الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. أسوان أرض الذهب دايما بترحب بضيوفها. أسوان استضافت الملتقى العربي للإبداع، وكان فرصة لعرض كل الفنون اللي موجودة داخل المحافظة وأيضا فنون عربية ومن محافظات مختلفة. معنا في هذا اللقاء سيادة العميد شريف طلعت الرئيس الشرفي للملتقى. مرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة العميد، يمكن الملتقى كان فرصة جميلة لكل الفنانين الموجودين في أسوان وأيضا فنانين من خارج المحافظة إن هم يعرضوا مشغولاتهم الفنية الجميلة وكمان يسوقوا ليها وتكون فرصة ليهم لريادة الأعمال. كلمنا حضرتك عن هذا الملتقى وفكرته. هو فكرة الملتقى إن إحنا بنحاول نتماشى مع سياسة الدولة اللي بتشجع على تمكين المرأة وتمكين الشباب من فرص عمل واستغلال الطاقات والمهارات اللي موجودة عندهم إن هم ينموا ويبتدوا شغل خاص بيهم ونساعدهم على التسويق. وده يمكن الملتقى السابع أو الثامن، بس أول مرة نعمله في أسوان، لأن أسوان طبعا فيها فرص واعدة كتيرة وفيها طاقات وإبداعات شفناها في الملتقى، وبيعملوا تنمية ليهم. بنستفيد بالعارضات اللي موجودين ان هم بيبقوا مدربين عشان نوسع القاعدة الخاصة بالتدريب، وبنقدم برامج تدريبية خاصة بيهم بحيث ان احنا نساعد في خدمة المجتمع وفي خطة التنمية المستدامة 2030 اللي اعلن عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فرصة لإعلان التضامن مع فلسطين، وكان في عارضات كمان من دولة فلسطين وأيضا من الدول العربية ومن السودان، وكان المعرض يعني لوحة جميلة كده للتوافق العربي المصري. الحمد لله. احنا طبعا بنساند في القضية الفلسطينية، وكان معنا عارضات من فلسطين وحكت التجربة الخاصة بيها، بالإضافة لتشريف القنصل العام لسفارة السودان والعارضات، مجموعة من العارضات من السودان الشقيق. واحنا طبعا يعني يمكن عشان وقت الملتقى كان التجهيز ليه كان ضيق فما قدرناش نعمل دعوة كبيرة للدول العربية، بس ان شاء الله الملتقى اللي جاي على شهر 2 هيكون فرصة لجميع الدول والاشقاء العرب ان هم يشاركوا في الملتقى، وده يبقى فيه تبادل بالثقافات بين الدول وبعضها. النهارده كمان مجموعه فنون كبيره وجميله وكلها مبهره، يعني اكتشفنا ان احنا عندنا فنانات ما شاء الله كلهم ايديهم من ذهب على ارض الذهب. احنا عندنا في مصر ابداعات وحاجات محتاجه بس ان هي تتوجه التوجيه الصحيح عشان تظهر ابداعاتها وتسوق لانتاجها، وبالتالي يبقى فرصه ليهم ان هم يعيشوا حياه كريمه زي ما سياده الرئيس نادى بيها يعني.
الفنانة شيرين فكري شاركت في الملتقى العربي للإبداع الذي يقيم في أسوان بمعروضات وقطع فنية جميلة جدا من فن الديكوباج. برحب بيك يا شيرين. اهلا بحضرتك. القطعة الفنية بتاعتك جميلة جدا ومميزة، ويمكن فن الديكوباج هو فن مبهج في الأساس، يعني بيعطي بهجة كده وبيحسسنا ان القطع الفنية ليها قيمة كبيرة. ربنا يخلي حضرتك، ميرسي ميرسي، ده من ذوقك. قولي لي، فن الديكوباج هو فن فرنسي اعتقد، مش كده؟ تمام. وبدأ من سنين كتيرة، بس في السنوات الأخيرة بدأ يطرق عليه يعني تطورات كبيرة، وكل فنان بيحاول ان هو يحط البصمة بتاعته. قولي لي، بدأتي امتى في فن الديكوباج؟ انا بادئه من بدري، كان يعني تقريبا من 12 سنه، بس انا كنت بعمل انا حاجات في البيت، يعني كان بالنسبه لي فن لطيف بتعلمه، بعمل انا حاجات في البيت. كان في الاول كفكره اعاده تدوير الحاجه، يعني لو عندي بوكس قديم بغير في شكله، بحط عليه، بشتغل عليه الفن ده. وبعد كده يعني بناء على رغبه الناس اللي اعرفهم قالوا لي لا، لازم تعملي حاجات شغل كتير لانه فعلا جميل. وانا اتجهت بقى ان انا مش بس اعمل، لا انا كمان اعلم الناس ازاي تعمل الحاجات دي. بندي كورسات، بندي ورش للبنات الصغيره، للسيدات الكبار، ازاي يستغلوا وقتهم وممكن يبداوا بيها كمان مشروع خاص بيهم. فن الديكوباج هو فن يعني في حاجه من اعاده التدوير شويه، وازاي ان احنا نستخدم ابسط الاشياء في ان احنا نصنع مصنوعات او مشغولات يدويه جميله تزين اي مكان وتضيف له قيمه فنيه. هل ده فرصه فعلا ان احنا في الوقت ده نبدا نبص على انواع الفنون دي اللي هي بتدي قيمه تانية للحاجه خلاص بعد ما بيبقى تم استهلاكها؟ هو بشكل عام احنا الدنيا كلها بتتجه للشغل المستدام، ان احنا ما نرميش حاجه. احنا خلاص الكون بقى بيعاني من كتر الحاجات، فانا ليه ما استغلش حاجات عندي في البيت؟ انا ممكن اعمل بالفن ده، اغير العفش بتاعي، اغير ترابيزات، احنا بنعمل بيها كمان اوض نوم. لو عندي ساعه قديمه وخلاص موديلها اتغير، انا ممكن اعمل عليها الفن ده. طبعا شنطه، هدوم، الحاجات دي احنا كمان طبعناها على هدوم، قمصان جينز، شنط، في حاجات كتيره. نتكلم شويه عن المشغولات بتاعتك واهم القطع اللي حابه تتكلمي عليها. انا شايفه ساعات وشايفه معلقات وشايفه قطعه فنيه جميله وصواني. ربنا يخليك. اهم الحاجات اللي انت حابه تتكلمي عليها؟ يعني هي انا اول حاجه بحبها جدا الصوره بتاعت غزه. دي كانت ميكس ما بين صور، احنا عاملين ميكس ما بين الطباعه والرسم اليدوي، يعني كل ده رسم يدوي. لو حضرتك مشيتي ايدك عليها كده ما تقدريش تعرفي خالص. طبعا ده ممكن يتعمل بطباعه بكمبيوتر، بس دايما طباعه الكمبيوتر بتبقى مديه، او بماده الفينيل كمان بتبقى مديه كانها لوحه اعلانات، لا ما فيهاش الروح بتاعه العمل اليدوي. في الصواني بتاعتنا، في بما ان احنا يعني مصريين وفراعنه، الشغل ده فرعوني، كل الحاجات دي معموله يدوي. مكان الارقام ومنها بالظبط قطعه فنيه، مش لازم احط الحاجه يبقى شكلها مش يعني يا دوبك عملي بس، لا بالعكس. في صواني للتقديم طبعا، في كوفي كورنر، في القطع الكبيره دي انا شخصيا انا بحبها جدا جدا. فيها كذا تكنيك، يعني فيها اللزق بتاع الديكوباج، فيها الستنسل، كل الشغل ده فيها ذهب، ده الوان ذهب. في برضو زيها هنا، كل دي قطع انا عاملاها. المجات، نسال المجات ازاي ممكن من الميه تتاثر. كل الحاجات دي واخده طبقه حمايه ما تجرالهاش اي حاجه، بس طبعا زي اي حاجه يدويه لازم تتعامل بلطافه، يعني ما تدخلش مايكروويف او غساله اطباق، لكن عادي بعد كده انا بتعامل معاها معامله القطعه الجاهزه.
الملتقى العربي للإبداع كان فرصة للعديد والعديد من الفنانين والفنانات في محافظة أسوان إن هم يعرضوا مشغولاتهم الفنية. معنا في هذا اللقاء الأستاذة فاتن، موجه عام التربية الفنية بأسوان. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا سيادتك. اهلا أستاذة فاتن، يمكن الملتقى النهارده كان فرصة لعرض معروضات جميلة بأيدي الفنانات اللي موجودين في أسوان، وطبعا التربية الفنية بالتربية والتعليم كان ليها دور كبير في هذا الملتقى وعرض هذه المعروضات الجميلة اللي بتتكلم بلغة أسوان. ان شاء الله انا من حسن حظي ان انا اشتركت في الملتقى ده، ان هم يعرضوا الطلبه شغل الطلبه في التربيه والتعليم مع بالخامات البيئيه والمستهلكات المتوفره في البيئه. اغلبيه الشغل هنا اللي معروض حاليا من شغل الطلبه المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. الطلبه اشتغلوا الشغل هو عباره عن اللي هي خامات كلها من خامه النخيل، يعني كلها من يعني يمكن عندنا النخلة هنا في أسوان هي النبات الرئيسي زي ما بيقولوا، وهي بنعرف نطلع منها مشغولات يدوية جميلة وبنعرف نعبر بيها عن بيئتنا وعن الفنانات كمان والفنون اللي موجودة في أسوان. أجزاء النخيل المختلفة بتبقى فرصة حلوة لأي حد عنده لمسة فنية إنه يشتغل عليها. نشرح بقى يعني احنا لما هم دي مستخرجة من الكرنافة، دي بتاعت النخيل من النخلة نفسها بتترمي، فاحنا الطلبه لموا الحاجات المستهلكه دي وعملوا عليها الطابلو الحلو ده بدون يعني هنا دمجوا بقى البحر مع البيئه هنا في اسوان وعملوا ودي الفن الافريقي وهنا الفن النوبي. يعني الحاجات دي كلها نماذج مختلفه تعتبر معلقه ديكور في البيت. ما بتكلفش، ما فيش تكلفه فيها، يعني كلها من مستهلكات بيئيه. زي ما احنا شفنا الكرنافه كده، كمان في شغل العرجون، وده برضو من الشغل المميز جدا في اسوان ويمكن مش بنلاقيه غير في محافظتنا. اسوان هي العرجون ده اللي هو طالع برضو من النخله. هي احنا ما عملناش فيها حاجه، احنا بس طوعنا الشغل اللي شفناه. تخيلوا كل طالب تخيلوا بالمنظر اللي هو شايفه، وكونوا وما هو عليه اللي عملوا الاسبراي اللي هو يعني للحفاظ عليه. يعني ورنيش عشان ما يتعرضش للظروف الجويه. يتحافظ عليه. والحلي ده طبعا من الخشب وطباعه ده، وكل واحد ابتدى كونوا الطلبه مجموعات الطلبه عملوا بها الاشكال. شغل الحلي برضو من الشغل الجميل والمميز عندنا في اسوان، يمكن لينا لمسه فنيه مختلفه، وواضح طبعا على الشغل الاختلاف اللي فيه والتميز. طبعا لان هو يعني حاجه جديده وما فيش حد عملها. الطلبه اخذوا كونوا من الستان، من قماش الستان، بقايا الحلي اللي عندهم كونوها وعملوا بيها حلي يشتغلوا بيها. من مشغولات التربيه الفنيه نحب نتكلم عنها استاذه؟ هنا اللي هي دي عباره عن القناع افريقي من الجلد والخشب والخرز، برضو تجميع طلبه من مستهلكات البيئه. برضو بقايا الجلد اللي عندنا اشتغلوا بيها. شغل النسيج كمان من الحاجات المهمه برضو. هنا برضو الشغل طلبه نسيج، وكل مجموعه من الطلبه لفوا يعني قطعه الخيوط دي لفوها على قطعه من الكرتون، وبعد كده ثبتوها على النصبيان، وبقت قطعه يا معلقه ممكن سجاده. مختلف عن شغل النول بتاع زمان يا استاذه فاتن؟ هو مقارب ليه، بس احنا بنجدد، يعني حاجه مطوره شويه. هو النول هو يعتبر نوع من انواع النول يعني، بس هم يدوي يعني عاملين. كمان شغل الجلد مع الخشب برضو من الاشغال المميزه اللي بصراحه قيمتها اليدويه عاليه جدا. ما شاء الله. هم الطلبه يعني كل برضو لا يعني جابوا الخامات وقطعه من الجلد ورسموا الرسمه وكونوا طبعا الدبابيس والكتابات. هي بيعملوها زي مجموعات عمل في ورشه، وكل طالب ليه موهبه في حاجه بيشتغلها، وبعد كده كونوها في عمل فني جميل. لاحظ ان التصميمات كلها بيئيه يا استاذه فاتن، يعني كله من خامات البيئه بتاعتنا، يعني اي حد هيشوف الشغل ده هيعرف ان ده شغل تم عمله في الصعيد. يدوي كله يدوي ومن البيئه، يدوي من البيئه، لان يعني زي ما حضرتك عارفه الظروف الاقتصاديه في الطلبه يعني، والحاجات والطلبه نفسهم بيشتغلوا الحاجات دي في بيوتهم يبيعوها، يعني تعتبر ليهم حاجه مبتكره بيعملوها في طبعا. الفنانه نيفين قيصر شاركت في الملتقى العربي للابداع باسوان بمشغولات من المكرميه. برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. فن المكرميه عارفين انه كلنا انه فن قديم جدا، لكن في السنوات الاخيره لاحظنا ان في تطورات كتيره يعني طرأت على الفن ده. كلمينا بقى عنه.
هو فعلا هو الفن المكرمية ده أصلا من أيام العصر الإغريقي، فهو قديم ما كانش معروف قوي في مصر. ابتدى بعد كده يتنقل، أخد فترات بيزدهر وبعد كده بترجع تاني برضو الموضوع يقل شوية. دلوقتي فعلا ابتدت كله حتى مع الأساس والديكورات ابتدى يبقى حاجة أساسية موجودة في البيت. فن المكرمية ممكن نعمل بيه حاجات كتيرة قوي، بيدخل في يعتبر في أشغال كتيرة، سواء أشغال للبيت، سواء حاجات زي مثلا الشنط، في برضو حاجات بيدخل في المراجيح بالكراسي المرجيحة. الحاجة الجديدة ان انا حبيت ان انا ادخل فيه شغل الكريسماس، نفس التصميمات اللي هي بتتعمل بالانوار وكده، انا حبيت ان انا انفذها بالظبط بس بشغل مكرمية. فدي كانت بالنسبة لنا برضو حاجة جديدة ان احنا نعملها يعني في المكرمية، محدش بيشتغلها كتير. برضو غير ان الشنط ممكن بيبقى حزام من المكرمية كتجديد من ان احنا نعمل حزام جلد، من ان احنا بدل ما نعمل حزام جلد ويتقشر لا، المكرميه على فكره كمان من مميزاتها ان هي بتعيش كتير. يعني انت مش هتجيبي شنطه مثلا وتتقشر تاخد لها سنتين معاكي وتبوظ، لا انت معاكي شنطه تعيش لانها خيوط المكرميه خامه متين. بالظبط، فتتغسل وتعيش، وتصميم انت بتعمليه على مزاجك. يعني بتجيني مثلا العميله تقولي انا عايزه الشكل الفلاني، فانت تصميم بتعمليه انت على مزاجك. بندخل معاه ممكن الخشب، في ممكن بندخل معاه الجلود، في برضو المعلقات اللي بتتحط كديكور في البيت. الملتقى العربي للابداع باسوان كان فرصه كبيره لكل الناس الفنانه ان هي تشترك وتقدم معروضاتها في الملتقى. ضيفتنا من اسكندريه الاستاذه ناديه عبد الحليم، برحب. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه ناديه، حضرتك منوره الملتقى بالمنتجات الجميله من المخبوزات، وده مجهود حضرتك ومجهود بناتك كمان. انا وبناتي مشروعنا اسري في اسكندريه، احنا بنعمل حاجتنا بحب شويه. هم من صغرهم معايا في المعارض، فطلعوا بيحبوا المهنه لان هم اللي كانوا بيعرضوا وبيتكلموا، فاثقلوها بالعلم طبعا وكده. بجانب ان احنا تخصصنا ورشه تصنيع، مش محل عرض وبيع، ورشه تصنيع. يعني المنتج بيتنفذ بمواصفات حضرتك. اذا كان بقى دخلنا في العطاره كلها، ينسون، قرفه، جنزبيل، كل اصناف العطاره تخصصنا فيها، بجانب منتجاتنا بالمنتجات الطبيعيه، سمنه فلاحي صافي. تخصصنا بكل حاجه طبيعيه. يعني مثلا احنا ضفنا بدل السكر الابيض عشان مصحي عسل الابيض، بدل الدقيق الابيض اسمر كامل الحبه. بنشتغل بقى بالشوفان وبالدقيق الاسمر كامل الحبه، بدقيق جوز الهند، اي دقيق او اي حاجه بمواصفاتك انت احنا بنشتغل بيها. غير الشغل العادي حضرتك بتعملي مواصفات خاصه؟ لا، هو ده الشغل بتاعنا، كل منتجاتي ما عدا مثلا زي حضرتك الكحك، طبعا لازم احط سكر عشان هو معروف في العادات والتقاليد بتاعنا كده، لكن كل ما يميز شغلي الحاجات الطبيعيه. بجانب بقى انا شغاله مواسم، يعني مثلا احنا في الكريسماس وعيد الكريسماس بشتغل بقى كوكيز هدايا بقى للاطفال، للمدارس، لاعياد الميلاد. كل واحد عايز يهدي حسب بقى وجهات النظر. في بقى في المناسبات العاديه شغاله طول السنه كحك وبسكوت. بنعمل فطير مشلتت بالسمنه الفلاحي، بنعمل عيش باللحمه بلدي حسب ما بيطلب مننا. بجانب ان انا لقيت اقبال في المعارض ان عشان حاجه ما تبقاش قديمه في عندي، بتبقى فريش، الاوردر بيبقى خاص باسمك انت، فبيطلع المنتجات طبيعيه الحمد لله يعني.
كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.